يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم الخير والشهادة. يحكيوا على عروسة معرسة جديدة، عدات شهور من العرس الطيب وتنظف ولاهية بأمور الدار 10/10. قرب العيد الكبير وسير الرجل بدا يخمم في كبش العيد، ومنها تفكر عصبان ولمت العيد في دارهم وهو ناوي يذبح في دار بوه مع اخواته. تلفت المرت وقال لها: تعرفش تغسل الدوارة؟ قالت له: مازلت صغيرة وما نعرفش، أما حماتي يا ربي يفضلها لي تو تعلمني. خسر لها على جنب وقال لها: لم دبشك وبرا روح داركم، ما عندناش في سبرنا امرأة ما تعرفش تغسل الدوارة، تحب تضحك علي أمي؟ ونهارت اللي أمك تعلمك تغسل الدوارة وتولي امرأة كلمني نجي نهزك. وخرج ورجع وزاد قال لها: اللي ما تعرفش تغسل الدوارة ما أخذتها في ولد الناس خسارة. وشرقع بالضحك وخرج مرة أخرى. آية دنقست المسكينة راسها وعينيها معبية بالدموع، وروحت لبوها تغفس في دموعها، وعاودت اللي صار لكل السيد الولد. بعد جمعة كلموا بوها وقالوا: إجي هز مرتك، راهي أمورك مرقلة ولا تعرف تغسل الدوارة وتعصبر، واليوم قبل ما تهزها تاكل العصبان من يديها. مشى سي وخينا فرحان يجري، دخل يلقى بركوس مربوط في وسط الدار. مدلو نسيبه السكينة وقال له: هيا يا بابا اذبح لنا هالبركوس، خلي مرتك تغسل الدوارة وتذوقك العصبان من يديها. وخر سي وخينا وقال: لكن أنا ما نعرفش لا نذبح ولا نسلخ. هبط البو على هاك البركوس وذبحه في رمشة عين، وقال لنسيبه: أما لو ولدي برا البوك يعلمك كيفاش تذبح وتسلخ، ونهارت اللي تولي راجل تعرف وين تلقى مرتك. ومسح السكين من دمها، وزاد قالوا: اللي ما يعرف لا ذبيحة ولا سليخة ما أخذته في بنت الناس فضيحة.